هو ده محمد صلاح. لو بطولة افريقيا السنة دي بقت مصرية بنسبة 99% بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، محمد صلاح هيكون السبب. ما بتكلمش في الكورة ومش محتوية، بس قابلني بوست بيذكر كم موقف من مواقف صلاح في معسكر المنتخب في اجادير الصراحة ما ينفعش يتفهم. اول موقف، محمد صلاح استأذن كابتن حسام حسن انه يعزم المنتخب بالكامل على العشاء، وبعد الموافقة محمد صلاح حجز واحد من افخم المطاعم العالم الموجود فرع منه في اجادير، والحجز ده كان بمبلغ يفوق $50,000 في عشاء واحد. سمعت برضو انه صلاح من اول يوم في التدريب طلب توفير ادوات تمرين للفريق، وجاب هو ادوات عالميه بقيمه تتخطى $200,000 من حسابه الخاص، مع العلم انه جاب ادوات بيستخدمها اللاعبين في اكبر انديه العالم. ومش بس كده، ده كل ماتش فيه مكسب بيطلع هدايا لكل لاعبين المنتخب من حسابه الخاص برضه. واخر مكافاه في ماتش جنوب افريقيا وزع ايفونات لكل اللاعبين حتى اللي ما لعبش في الماتش. الكبيره بقى ان محمد صلاح موفر 2 دكاتره تغذيه من انجلترا راتبهم يفوق $50,000 من حسابه الخاص، ده طبعا غير دكاتره المنتخب. محمد صلاح فوق مجهوده العملاق في المباريات بيبذل مجهود اكبر بكتير لرفع مستوى المعنويه في كل لاعبي الفريق، ويمكن ده اكبر عامل مخليهم ما شاء الله بيطلعوا افضل لعب وافضل اداء في الملاعب ورافعين راسنا ومشرفين المنتخب. بنسبه كبيره هيعمل حاجه كبيره في البطوله، ده لو ما كانتش من نصيبنا ان شاء الله. وبالمناسبه السعيده، ليفربول لغى فكره رحيل محمد صلاح لاي نادي تاني الموسم ده، يعني رجعوا في كلامهم وطبعا هم الكسبانين. صلاح اسطوره لا تعوض ومش من فراغ. صلاح اسطوره بارقامه اللي حققها ومواقفه الانسانيه اللي عملها والوطنيه اللي دايما بنسمعها عنه. بالتوفيق صلاح، بالتوفيق كل نجوم منتخبنا العملاق. لو بتشجع مصر سيب لنا في كومنت تحيا مصر، وبطوله افريقيا مصريه ان شاء الله. وصلى على النبي.